الموعد المنتظر موعد مباراة ريال مدريد الأولى في الدوري الأسباني. بس قبل أي حاجة، لو أنت متابع لنادي ريال مدريد والدوري الأسباني، اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. بعد طول انتظار جماهير ريال مدريد، خلاص على موعد مع أول ظهور للفريق في الدوري الأسباني موسم 2025-2026. الماتش اللي كان المفروض يتلعب في الجولة الافتتاحية ضد أوساسونا اتأجل بسبب مشاركة الملكي في كأس العالم للأندية 2025 اللي وصل فيها الريال لحد نصف النهائي قبل ما يخرج قدام باريس سان جيرمان. التأجيل ده عمل جدل كبير جدا. الريال كان طالب وقت أطول عشان المدرب تشابي ألونسو يجهز الفريق كويس، لكن رابطة الليجا رفضت وقالت إن النادي أصلا التزم بأجازة اللعيبة 21 يوم كاملة. ومع كل ده اتفقوا ان الماتش يتلعب يوم الثلاث 19 اغسطس الساعه 10 بالليل بتوقيت مصر والسعوديه على ملعب سانتياغو برنابيو. اللقاء ده هيكون بدايه موسم مختلف تماما، صفقات جديده مع مدرب جديد للفريق في بطوله الدوري الاسباني وطموحات اكبر من اي وقت فات. كل الانظار هتكون على تشابي الونسو، هل يقدر يكتب بدايه قويه في الليجا من اول ماتش ولا لا؟ والمتعه اكيد مضمونه من الملكي، ولان كمان الماتش هيتذاع حصري على بين سبورت 3، والتعليق هيكون بصوت ايقونه التعليق للكره العربيه عصام الشوالي اللي هيشعل الأجواء بالكلمة قبل الهجمة. يعني متعة الصوت مع متعة المشاهدة. الموعد المنتظر وصل، والملكي نازل عشان يعلن للعالم إن الليجا من أول يوم لونها أبيض. كده وصلنا للنهاية. لو أنت متابع لنادي ريال مدريد والدوري الأسباني، اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد.